السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة لك سيدتي مع فاتي. نتمنى تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غنصاوب معكم عصير ديال البرتقال والليمون اللي غنصاوبوا بمركز، وغيبقى عندنا هذا المركز يعني وقت ما احتاجيناه كنصاوبوا منه العصير. صراحه كينفع بزاف بزاف، سواء في رمضان او في الايام العاديه تيكون موجود عندنا في اي وقت العصير وبكميات كبيره. نتمنى تكملوا معايا الفيديو للاخير باش نشوفوا الطريقه مع بعضياتنا. ولا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي كنتمنى انكم تضغطوا على الزر الاحمر اسفل الفيديو ابوني او سبسكرايب وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. وبالنسبه للمكونات غنحتاج كيلو ونص ديال الحامض وكيلو ونص ديال البرتقال. خديتهم وخليتهم في الماء والخل، غسلتهم مزيان، حكيتهم مزيان. من بعد حكيت الكميه اللي عندي ديال الحامض كامله. كنحاول اني كنحك غير القشره الفوقانيه فقط، يعني نحك حكه صافي، ما نبقاش نحك بزاف لانني الا حكيت غادي تحك ليا البلاصه البيضاء اللي كتعطي المروره للعصير. نفس الطريقه اللي حكيت بها الحامض كنحك بها البرتقال كله حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. كما شفتوا راه كنحك غير من الفوق، فالعصير ديالي صراحه ما جاش فيه المروره نهائيا لانني انا ما حكيتش هذيك البلاصه البيضاء كما قلت لكم. فقطعت الحامض حتى هو ملي كملت يعني حكيتهم كاملين كنقطعو وكنحاول انني كنعصر الكميه ديال العصير ديال الحامض كامل، ونحاولوا حتى يعني العظومه ما نخليهمش يدوزوا لينا مع العصير، نحيدوهم حتى هما كيطلقوا المروره. كنستمر حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. وبالنسبه للكميه نتوما اللي غادي تختاروا الكميه اللي بغيتو. انا درت كيلو ونص ديال الحامض وكيلو ونص ديال البرتقال، نتوما ممكن ديروا اكثر. ودائما ديروا السكر نصف ديال الكميه اللي عندكم ديال البرتقال اولا ديال الليمون، وممكن ديروا قل. وبالنسبه لهاد القشور ديال الحامض نخبيوهم في المجمد حتى نستخدموهم شي استخدامات اخرى ان شاء الله. ونفس الطريقه اللي غندير اللي درت الحامض غنديرها للبرتقال حتى هو غادي نقطعه وغادي نحاول انني يعني نعصره كامل. فانا عندي هنا هذا البرتقال هذا كما شفتوا اللون ديالو احمر وكاين مخلط، يعني البرتقال من الاحسن انه يكون فيه الماء، يعني اختاروا البرتقال اللي يكون يعني فيه الماء باش يعطيكم كميه كبيره ديال العصير. وحتى الا درناه في يعني في واحد البانيو قبل ما نبداو وخليناه في الماء، سواء يكون غير دافي واحد شويه او لا يكون بارد ماشي مشكل، فهو كيزيد يعطينا كميه اكبر من العصير. ومن بعد ما كنكمل العصير اللي وجدت ديال الحامض وديال البرتقال وكيكونوا عندي القشور ديال البرتقال حتى هما وديال الحامض واجدين، فكيبقى ليا غير انني كنخلط العصير مع القشور مع الكميه ديال السنيده اللي نتوما كتحكموا فيها. نورمالمون الوصفه كيكون فيها السكر نصف الكميه ديال الحامض والبرتقال. انا هنا درت تقريبا كيلو ونص من الحامض وكيلو ونص من البرتقال. وبالنسبه للسنيده حتى هي درت منها كيلو ونص. ما بغيتش نكثر السنيده بزاف، نتوما على حسب الرغبه ديالكم. بغيتو ديروا نصف ديال الكميه ديال العصير اللي عندكم، بغيتو ديروا اقل. هنايا كنضيف السنيده وكنحاول انني كنخلط السنيده حتى كتذوب، ولكن هي راه ما كتذوبش تماما لان الكميه كتكون شويه كبيره. فكنخليوها في الثلاجه، مره كنخرجوها وكنحركوها حتى كنلقاوها الغد ليه وجدات وذابت تماما، يعني السنيده ما كتبقاش تبان، كتذوب لينا تماما وكيولي عندنا المركز ديال العصير كيكون على هذا الشكل كما شفتوا. كيوجد المركز ما كيبقى لنا الا اننا نصفيوه. ممكن انكم تصفيوه في صفايه كيف ما درت انا، وممكن انكم تصفيوه بتوب حياتي، كيبقى لكم الاختيار. من بعد ما كنصفي الكميه كامله اللي عندي ديال العصير فكما شفتوا كتبقى ليا هاد القشور
اللي عندها استعمالات عده وكتنفع في بزاف ديال الوصفات. غنحتفظوا بها في المجمد، ووقت ما احتاجينا شي كيك اولا شي بريوش كنستخدموهم فيها. وهنايا كما شفتوا كيبقى لينا هاد المركز اللي خديت انا 2 الكيسان منه ودرتهم هنايا في بلاستيك غذائي باش غادي ندخلهم المجمد. بالنسبه ليا هاد الكميه هي اللي كنضيفها لتر ونصف ديال الماء، كتعطيني عصير اللي كيجي المذاق ديالو كيف ما كيعجبني. يعني نتوما كيبقى لكم على حسب الرغبه ديالكم، ذوقوا وزيدوا الماء على حسب الرغبه. هي نورمالمون كاس ديال العنبه كيعطيكم لتر ديال العصير. انا هنا درت 2 هاد الكيسان صغار كيعطيني لتر ونصف ديال العصير. صافي كنعمر هاد البلاستيكات اللي عندي وكنحاول انني نسدهم مزيان باش ما يخرجش ليا منهم هاد المركز هذا، وراه ما كيجمدش في المجمد وما كيبقاش هكا سائل بزاف، فهو كيتقال واحد شويه. هادشي اللي كيسهل علينا اننا ناخذو منه. يعني ممكن ناخذو الا بغينا غير كاس واحد نصوبو كاس ديال العصير كناخذو غير معلقه واحده وكنصوبو الكاس اللي بغينا نشربو. انا نكمل الكميه اللي عندي غنديرها في هكا في البواطات ونسدها مزيان. وقت ما بغيتو البنات انكم تطحنوا العصير مع الفواكه كتاخذوا على حسب القياس اللي بغيتو، معلقه ولا 2 ولا كاس، وكطحنوه كديروه في مولينكس وكتزيدوا معاه الفريز اولا تزيدوا البنان اولا تزيدوا التفاح، الباباي، المونغ، اي فواكه متوفره عندكم ولا الفواكه اللي كتحبوا وتضيفوها وتطحنوا الخليط كامل وتزيدوا الماء، وها هو العصير ديالكم واجد. خديت هنا واحد الشبيكه درت فيها البلاستيكات اللي درت فيهم العصير باش ملي ندخلهم المجمد يبقاو هكا كل وحده قابطه بلاصتها. وكما قلت لكم هاد الكميه اللي خرجت ليا راه ممكن نصاوب منها كميه كبيره من العصير. كتبقى ليا هاد القشور هادو راهم بحال معسلين وكيجيو زوينين في الكيكات، في الحلويات ديال دوز اتاي، في البريوش. انا الفقاس اللي كنت صاوبت معكم ديال الكونفيتور كنت درت فيه معلقه من هاد القشور ديال البرتقال وديال الليمون الحامض، عطى فيه واحد المذاق زوين بزاف. ممكن انكم تحتفظوا بهم في بلاستيكه في المجمد اولا ديروهم في شي بواطه. وقت ما بغيتو حتى هما راه كتاخذوا منهم ما كيتجمدوش، كتاخذوا معلقه وكتستخدموها في اي استخدام من هاد الاستخدامات اللي قلت لكم، كيعطيو واحد النكهه لذيذه للوصفات. وبالنسبه لهاد الكميه اللي صوبت معكم ديال العصير البنات راه كتعطي حتى ل 15 لتر ديال العصير، كتبقى عندنا مده طويله في المجمد. وهكا كتكون بعد ما كتجمد كما شفتوا راه كتقال ولكن ما كتجمدش، كتبقى غير بحال كتعقد واحد شويه. هنا راه ماشي ديكونجلات، راه هي كتكون هكا انا عاد جبدتها من المجمد. وملي كنخلطوها راه يعني كيكون فيها الخير والبركه، وكنتهناو من اننا نبقاو نشريو العصير كل مره، خاصه في الشهر الكريم. اللهم بلغنا رمضان ان شاء الله لا فاقدين ولا مفقودين. راه هاد العصير كينفع في الشهر الكريم، يعني احسن من العصير اللي كنشريو. الا بغينا غير معلقه كما كتشوفوا كنخلطوها مع الماء بارد من الاحسن وكنخلطوا مزيان وكنحصلوا على واحد العصير اللي هو لذيذ في المذاق. حتى هاد الخليط ما بين الحامض وما بين الليمون كيعطي واحد المذاق زوين بزاف. ممكن انكم ديروا نفس الطريقه وتصوبوا عصير مركز ديال البرتقال بوحدو، ونفس الطريقه توجدوا بها العصير ديال الحامض بوحدو، وممكن تخلطوهم بجوج. انا كيعجبني انني نخلط ما بينهم بجوج، كيجي واحد المذاق هائل بزاف.
وها هو عصير عندنا واجد بكل سهوله، يعني حسن 100 مرة من اللي كيتباع على برا. كيكونوا فيه بزاف ديال المواد حافظة وبزاف ديال المكونات اللي كتكون زايدة، كتعطي الطعم وكتعطي اللون، وكلها مواد خايبة. فاحنا كنصاوبوا في الدار، كيكون اقل ضرر بكثير 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 من هاد العصائر اللي كتباع على برا. ممكن نعطيوه لوليداتنا يديوهم معاه المدرسه، ممكن اننا نوجدوه للسحور للفطور في رمضان والايام العاديه. صراحه المذاق ديالو لذيذ وسهل في التحضير، كينفع بزاف. الا جربتوه ان شاء الله ما غاديش تستغناو عليه. ونتمنى الى عجبتكم الوصفه انكم تضغطوا على زر الاعجاب فضلا وليس امرا، وتشتركوا في القناه وتشجعونا باللايكات وبالبارتاج مع الاصدقاء والاحباب باش حتى هم يجربوا هذه الوصفه ويكتشفوا القناه ديالنا. ومرحبا بالجميع وشكرا لكم بزاف على المشاهده، ونتلاقاو في وصفه اخرى باذن الله.